السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بالبداية نبدأ بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك يا حبيبي يا محمد. صلوا على رسول الله. ملخص مباراة مولودية الجزائر مع مولودية البيض، التحدي القوي، التحدي الأسطوري، الدوري الجزائري اليوم، تحدي الحسم، تحدي الصدارة، تحدي الموسم، تحدي الدوري الجزائري بالأكمل. مولودية الجزائر وبكل قوة وبكل جدارة، هذول مولودية الجزائر وقت طبعا المتوج في الدوري السابق. طبعا اليوم يبصم بصمته، ناوي على الدوري هذه السنة مثل ما قلنا لكم جماهير مولودية الجزائر. طبعا يدخلون على أي مباراة يفترسون الخصم. اليوم مولودية الجزائر استطاع الفوز على مولودية البيض بهدف مقابل لا شيء في الدقائق الأخيرة. مولودية الجزائر الآن يتزعم على الصدارة، يحتل الصدارة. طبعا أخذ يعني الصدارة بكل جدارة اليوم بمباراة قوية. الشوط الأول شاهدنا النتيجة، شاهدنا طبعا القمة والحماس، تابعنا المباراة أول بأول، لحظة بلحظة، من أجل نشوف أين راح تكون، لأنه المباريات حساسة بالنسبة لمولودية الجزائر. وطبعا قبل ما يدخل مولودية الجزائر حتى وصلت الدقيقة 70 أو 80 أشوف أنه الجماهير صار يفقدون الأمل، لكنه عندهم يعني أنه قال من المباراة راح التعادل، لكن مولودية الجزائر أصر وأصر وأصر أنه ما يخرج اليوم إلا بالفوز. واليوم يعني يرجع أو يعني بكل جدارة يرجع إلى الصدارة. طبعا هذا الشيء امر متوقع، وانا متوقع انه تكون النتيجه. عندما اتكلم عن مولوديه الجزائر وعن تتكلم عن الدوري الجزائري، الدوري المشتعل، الان تكلمت قبل وعمال اتكلم انه مولوديه الجزائر وقت يصر يعني عنده اصرار وعزيمه هذه السنه، وفي منافسه كبيره ايضا في مباراه شبيبه القبائل، ايضا مباراه قويه. لكن مولوديه الجزائر اليوم من اجل طبعا تقدم الكسب 3 نقاط هو امر ايجابي بالنسبه لمولوديه الجزائر. على كل حال فوز مولودية الجزائر على مولودية البيض بهدف مقابل لا شيء. عشاق مولودية الجزائر أتمنى منكم يشاهد مقطع الفيديو ويصلي على رسول الله، ونخوتكم وفزعتكم لهذا الفيديو فضلا وليس أمرا، لايك واشتراك. حياكم الله.